السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة من مطبخنا على طريقتي انا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بين الفهم والوهم حرف، وبين الحب والحرب حرف، وبين الداء والدواء حرف، فعلينا ان نختار طريقنا حتى نكون مؤهلين لخوض معارك الحياة بحلولها ومرها. وهما طريقان لا ثلاث لهما، اما الحب او الحرب، وأما فهم سليم أو وهم سقيم، وأما دواء محيي أو أداء مميت. النهارده إن شاء الله هعمل لكم صينية بطاطس صغننة كده بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وعايزة أقول لكم طعمها جميل جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده أنا معايا صدور فراخ، ومعايا فلفل ألوان وبصلتين وطماطمتين كبار والبطاطس أهي. هقشر البطاطس كده معاكم أهي. كده خلاص قشرنا البطاطس، هنقطعها كده صوابع تخينة عشان ما تتهراش معانا اهي كده بالطريقة دي. على فكرة انا ما غسلتهاش لان انا بغسل البطاطس نفسها، يعني انا لما بجيب البطاطس كده من الخضري بغسلها بالليفه قبل ما احطها في الباسكت بتاع البطاطس، فانا مش بغسلها يعني علشان ساعات بتبقى فيها طينه فما بعرفش امسكها اقطعها وفيها طينه، فبغسلها الاول يعني، فهي مش محتاجه ان هي تتغسل تاني. هقطع بس كده الصوابع تخينه اهي كده اهي زي ما انتم شايفين. هجيب بقى الفلفل الالوان اهو كده اهو كده. هجيب بقى الخلاط، هعمل التتبيله. هحط 3 طماطمات كده زي ما انتم شايفين اهو، عليهم شويه ميه اهو، عليهم شويه ميه هضربهم. وزي ما انتم شايفين انا ضربت الطماطم هصفيها. طبعا انا مش بحب اطبخ بالطماطم من غير ما تتصفى، لازم اصفيها كده 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 بعد ما صفيتها هرجعها تاني الخلاط كده اهي. هقطع عليها البصل، بصلتين كده اهو زي ما انتم شايفين. هقطع عليها البصل حتت صغيرة علشان تتضرب كويس اهو. ادي بصلايه كمان. هحط بقى البهارات معايا كبابه صيني، معايا بهارات فراخ، حبهان مطحون، فلفل اسمر، ال7 بهارات هحطهم كده اهو. وهحط الملح بتاعي، وهحط شويه صويا صوص اهي، تدي طعم للبطاطس بالفراخ، تديها طعم حلو قوي. هضربها تاني، وزي ما انتم شايفين فصين توم كده اهو احطهم على الوش كده. احط بقى الفراخ
كده اهو. كده وبعدين هقلب الخليط، وزي ما انتم شايفين كده خلاص. هنزل بقى شوية زيت كده اهو من على الوش، وهدخلها الفرن. هغطيها بس بالفويل وهدخلها الفرن واعمل الرز. وزي ما انتم شايفين كده صينيه البطاطس طلعت من الفرن. عايزه اقول لكم ريحتها وطعمها فظيع، جميله جدا جدا. ان شاء الله تجربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي. دي طبق النهارده، الرز بصينيه الفراخ، جميل جدا. ان شاء الله الطريقه دي تجربوها وتعجبكم، واستنوني في حلقات تانية كتير. ما تنسوش ترفعوا الفيديو باللايكات بتاعتكم والتعليقات الجميله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.